السلام عليكم والصلاة والسلام على رسول الله. حبايبي عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. لو اول مرة تسمعوني عن اي فودة من قناتي كل يوم وصفة، ان شاء الله نقدم لكم كل يوم وصفة، وان شاء الله هنعمل مع بعض النهاردة اسهل واسرع جاتوه. بياخدش معاك اي وقت ولا اي تكاليف ولا محتاجة دقيق سبونج ولا اي حاجة. متابعة وشير عشان يوصلكم كل جديد. نبدأ بيها مع بعض. مقادير الكيك وكل ده هنعمله في الخلاط ان شاء الله بسم الله. اول حاجة معانا كوباية لبن، ومعانا كوباية سكر، اي كوباية عندك. المهم تكون كل المقادير بنفس الكوبايه. بسم الله. يبقى احنا هنا كده حطينا كوبايه لبن، كوبايه زيت، وكوبايه سكر. نضربهم كده الاول. بسم الله. وهننزل دلوقتي بنص كوبايه كاكاو. نزلنا دلوقتي بنص كوبايه كاكاو خام، وهنضربهم بقى مع بعض. بعد ما ضربناها كويس ناخد كوبايه من الخليط ده. هننزل بكوبايه هنا نفس الكوبايه اللي احنا حاطين بيها المقادير. وهنا بعد ما خدنا من الخليط ده كوبايه، الخليط دي اللي هو كان كوبايه زيت وكوبايه لبن وكوبايه سكر ونص كاكاو، هننزل ببيضتين. نزلنا هنا بيضتين مع ورشة فانيليا ومعلقة صغيرة خالص خل، ودي بتفرق قوي في اي نوع كيك. ونشغل عليهم الخلاط تاني. وكده بعد ما ضربنا الخليط اللي احنا حاطين عليه بيضتين ورشة فانيليا ورشة خل ومعلقة خل، نزلنا هنا حطينا هنا كوباية دقيق وعليهم معلقة كبيرة بيكنج باودر ورشة ملح، بس الكاميرا كانت فصلت. وهنقلب الخليط كده كويس مع بعضه. وكده بعد ما خلصنا تقليب الخليط زي ما احنا شايفين، خلصنا الخليط. معانا صينيه مسحينها مسحه زيت ومعفرينها برش الكاكاو. ننزل هنا بالخليط. بسم الله. انا الخليط في الصينيه كده زي ما احنا شايفين. هنحطها في الفرن. انا مسخنه الفرن من اول ما بدات اشتغل، عاملاه النار وسط واحطه على الشبك. هياخد معانا حوالي نص ساعه ان شاء الله، وما يطلع هنشوفها مع بعض. حطينا الكيكه في الفرن وهنجهز مع بعض الكريم شانتيه. كوبايه لبن، معلقتين سكر بودرة، ولو مش موجود سكر بودرة حط سكر عادي وقلبيه في اللبن. ولو مش موجود لبن برضو ممكن تستعملي ميه. هي كوبايه الا ربع كريم شانتيه، معلقه كريم باستري من اللي بنحشي بيه التورت والجاتوهات، فانا حطيتها في دي عشان تطعمها. اضربه كده الاول مع بعض. بسم الله. وكده بعد ما خلصنا الكريم شانتيه زي ما احنا شايفين مع بعض، لو عندك كاكاو تنزلي بمعلقه كاكاو، لو ما عندكيش هتاخدي معلقه من صوص الشوكولاته اللي احنا عاملينه مع بعض ده، بس معلقه واحده بس زي ما احنا شايفين كده مع بعض. وهنرجع نقلبه. وكده بعد ما خلصنا الكريم شانتيه زي ما احنا شايفين مع بعض، هنسيبه في التلاجة لحد ما نطلع الكيكه بقى ونسيبها تبرد خالص، ونرجع نزوقها مع بعض ان شاء الله. وزي ما احنا شايفين كده ما شاء الله الكيكه بتاعتنا طلعت وقعدت معانا في الفرن نص ساعه على نار وسط. وكنا نعمل فتحات بس في كيكه كده. بسم الله. بعد ما عملنا فتحات فيها كده، هنا كوبايه لبن حطينا عليها معلقه سكر ونص معلقه كاكاو. ما فيش لبن ممكن تعملي بميه وسكر عادي من غير كاكاو ولا لبن خالص. ما ينفعش تعملي الخطوه ديت والكيكه سخنه خالص هتعجن منك. طلعتها وسبتها بردت خالص وبعدين بس ايه، احنا ما سقناهاش الكوبايه كلها، يعني خدت معانا كوبايه الا ربع كده. بعد ما شربنا الكيكه بسم الله هنحط الكريمه اللي احنا عاملينها مع بعض. وكده زي ما شايفين مع بعض بعد ما حطينا عليها الكريمه هنحطها يا اما في الفريزر نص ساعه يا اما في التلاجة ساعه. وانا هحطها في التلاجة ساعه نرجع نكملها مع بعض ان شاء الله. طلعناها من التلاجة، ودي كوبايه صوص الشوكولاته اللي احنا كنا حايشينها واحنا بنعمل كيك. هنا لبن او ميه تخفي بيه بس بسم الله. صوص الشوكولاته تحطي معلقه معلقه كده عشان ما يسيلش منك. وكده خفينا صوص الشوكولاته زي ما احنا شايفين كده اللي هننزل بيه على وش الكيكه. بسم الله. وكده بعد ما وزعنا صوص الشوكولاته على كل الكيك كده زي ما احنا شايفين، هنحطها كمان في التلاجة نص ساعة ونرجع نقطعها مع بعض ان شاء الله. زي ما احنا شايفين كده بعد ما سيبناها في التلاجة نص ساعة هنقطعها مع بعض ان شاء الله. نقطعها ونحاول نطلعها قطعات قد بعضها. بسم الله. ونقطعها من النص كده على 2 برضه. شايفين ما شاء الله الخرطة طلعت معانا بكل سهولة ما شاء الله، منظرها باين معانا. شايفين ما شاء الله خرطة الجاتو طالعه مظبوطه. وهوريك الكيكه قد ايه طريه دلوقتي. نزوقها باسهل الطرق كده، وهنحط بس شويه صوص كراميل كده، اي حاجه تدي بس معانا منظر كده في التصوير. انما انا بعملها لولاد كده في البيت عادي، ما بحطش عليها حاجه. اسهل واسرع جاتو ممكن تعمليه في البيت.
شايفين ما شاء الله قد ايه معانا طريه.